مبدئيا كده الساعة 4 الفجر دلوقتي. يعني فكرت قلت طالما المكان هو والأجازة هي فقررنا نكمل الأربع شيبسيات اللي ما ظهروش معانا في الفيديو اللي فات. بعد النجاح الساحق والماحق لتجربة الشيبسي اللي في عمان، جبنا الأربع أنواع اللي كانوا فاضلين، فيلا بينا نبدأ بكل واحد. معلش الوقت كان متأخر، قلة نوم وجوع، فنسيت أسلم عليك في أول الفيديو، ولكن ملحوقة. السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن، وكالعادة فيديو جديد. بس كده تمام عشان ما احسش ان في حاجة ناقصة، كله إلا انت. مبدئيا كده هما كلهم كده ولا كده تقييمهم 10/10. كل نوع ليه طعمه، كل نوع ليه يعني كده، فاهم؟ عارف انت دي هي دي. خلينا نبدأ بترتيبتهم كده. خلينا نبدأ الأول بده، سلطة. مبدئيا كده هو يعني أنا مش عارف بصراحة ليه الأكياس اتسخطت، تمام؟ أو يعني حاسس إن هي مبقتش منفوشة زي الأول، تمام؟ معرفش ده يعني المشكلة في إيه بالظبط، بس هي الأكياس مبقتش زي الأول. بس تعال نشوف كده الكيس ده كده من قريب. نبدأ بأول واحد اللي هو سلطة. بسم الله. كما هو واضح بالخضار طبعا، يعني مش محتاج حاجة. الله أكبر الله أعظم، الفجر بيأذن. فوق التقييم طبعا. ندخل بقى على اللي بعده اللي عليه الدور دلوقتي، بطاطس صحار. تعال نشوف من قريب. يلا بينا نجرب صحار. الطعم ايه صحيح؟ تشيكن اند تشيلي بالفراخ، تحفة. طبعا كل الشيبسيات دي عمانية يعني. ندخل على التالت. ده بقى يعني ده تاني اكتر شيبسي مفضل بالنسبة لي، اللي هو رقائق التورتيلا بنكهة البيتزا بالتاء المربوطة. والله خطيرة دي، فوق التقييم عامة، فاهم؟ فوق التقييم تماما يعني. دي في حتة تانية، خصوصا بقى لو معاك صوصات تبقى تحفة. سهرة فيلم تبقى رهيبة. نوصل بقى للأخير، البطل الأشهر، الأعظم، الأجمل، يعني اللي مشرف عمان في الخليج كله. عرفت ان هو بيبقى موجود في الامارات وموجود في السعوديه. حزلقوم قال عنه وحطيته في الاوترو بتاع الفيديو اللي فات، او الفيديو الجزء الاولاني يعني. طب بص، لو عايزاني اجي، الواد ايمن ابن احلام كراويه كان ليه قريبه من الكويت، جاب له حاجه جميله قوي من هناك. لو جبتها لي ممكن اجي. جاب له شيبسي من فوق ازرق ومن تحت احمر، واسمه عمان، مشطشط كده. بطاطس عمان. ده مش محتاج، المعروف لا يعرف. بص استنى، احتفالا بمرور 40 عاما بطاطس عمان. هي دي فيها سنة شطة بسيطة. بسم الله. رهيبة طبعا. واحنا في ابتدائي العيال كانت بتعمل ميكس غريب جدا
ان هي كانت بتكسر الشيبسي تبقى فتافيت خالص وتحطه في ازازة اللبن، كانت بورقة صفرا كده وغطاها اصفر، مش فاكر اسمها ايه، هحط لك صورتها هنا او هنا. المهم يعني ان هما كانوا بيعملوا ميكس، بس الميكس الاعظم فعلا رغيف عيش، مثلث جبنة، 3 و4 حتت من بطاطس عمان، بس دنيا تانية رهيب طبعا. بس كده عايز المشاهد، مش عايز اطول عليك اكتر من كده. باختصار شديد فيديو خفيف لطيف ظريف، يعني بنستعرض فيه التوب 4 من غير ترتيب، هم كلهم توب 4، كلهم 10 من 10 من الشيبسيات اللي احنا كنا جربناها المرة اللي فاتت، وما كانوش اتصوروا البهوات الاربعة دول، فلازم نديهم حقهم ونرفع لهم القبعة، لان دي يعني دي مش شيبسيات، دي اكبر من كده، موضوع اعمق من كده بكتير، دي علاقة عاطفية يعني طول الطفولة بصراحة. اتمنى يكون الفيديو عجبك عزيزي المشاهد، فيديو خفيف لطيف ظريف، يعني انا استمتعت واتبسطت بيه، اتمنى انت كمان تكون استمتعت واتبسطت بيه. استنى الفيديوهات الجاية لان هي ان شاء الله هتكون احسن. وبس كده، كالعادة عزيزي المشاهد، كان معاك عبد الرحمن من سلطنة عمان، وبالتحديد من مسقط، الفندق اللي احنا يعني خلاص عشرة عمر معاه، يعني اجرنا يعني قعدنا فيه كتير قوي. بس اتمنى لك يوم جميل عزيزي المشاهد، وبس كده، سلام.